يا مرحب بيكم في براح، المساحة اللامحدودة من الوعي والإدراك والشفاء والمعرفة اللي ممكن تساعدنا نعيش الحياة الطيبة اللي نستحق نعيشها ونستمتع بيها. النهاردة هنبدأ رحلة جديدة بعنوان الجواز وسنينه مع حبيبة القلب وشريكة الرحلة كوتش ريهام رأفت. والنهاردة هنتكلم عن أول خطوة في الرحلة، هي الاختيار. في مقولة كده دايما بتلمسني وبتفكرني بأهمية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، بتقول الزواج مش إنك تلاقي الشخص الصح، لكن إنك تكون الشخص الصح وقت الاختيار. الاختيار اللي بتتبني عليه علاقة وشراكة حياة. فهل نختار بعقلنا ولا نختار بقلبنا؟ وهل الحب لوحده كفاية ولا في حاجات يمكن أعمق من كده محتاجين نشوفها من بدري؟ هنتكلم كمان عن فترة الخطوبة وإزاي نعرف نستغلها صح، وما نكونش يعني بنضيعها في تمثيل أو إظهار صورة مثالية مش حقيقتنا. علشان كده مع كوتش ريهام رأفت هنفتح كل الملفات دي وهناخد الطريق من أوله. طبعا احنا قلنا إن السلسلة اسمها الجواز وسنين، فهنتكلم عن الجواز. هنبتدي من أول مرحلة اختيار شريك الحياة، وبعد كده مرحلة الخطوبة، بعد كده ندخل بقى حلقة حلقة لغاية ما نعرف المشاكل اللي بتقابلنا في الجواز. في الآخر احنا ده مشروع وعايزين ننجحه، فإنجاح المشروع ده ليه عوامل كتير هنتكلم عنها النهاردة علشان نشوف ونلمس نتائج وأرباح النجاح بتاعة المشروع ده. فخلينا نبدأ حلقتنا بسم الله الرحمن الرحيم، ونرحب بحبيبة قلبي كوتش ريهام رأفت. حبيبتي اهلا بيكي يا روحي، مبسوطه ان انا معاكي. والله وانا كمان، ويمكن احنا كل حلقه كل سلسله بنحط لها الحمد نوايا من لله. السلسله اللي قبلها، السلسله اللي واحنا قبلها بنختم. سبحان الله. يعني بتحسي انها نيه بتسلم نيه لوحدها سبحان بتتخلق، الله يمكن سبحان بالذات الله. دي احنا متفقناش سبحان عليها، الله، هي ايوه جت هي جت لوحدها. كده مترتبه. سبحان سبحان الله. الله. يعني الحمد احنا من لله. اول ما بدأنا نتكلم بدأنا من البداية خالص. لو حد يرجع لحلقاتنا الاولى مع كوتش ريهام في براح، بدأنا بالعلاقة بربنا، وبعد كده نعرف نفسنا ازاي دي، لانها الحقيقة الموضوع كبير محتاج ان احنا نديلكوا كم اكبر ووقت حقيقي اكتر. فدخلنا في في انا سلسلة مين. انا مين. بعد كده بدأنا نشوف بعد انا مين اول علاقة بتأثر فيا فعلا هي علاقتي بشريك حياتي. عشان كده اكيد. اخترنا نتكلم عن الجواز وتأثير شريك الحياة والعلاقة دي عموما على كل جوانب حياتنا. والسلسلة اللي جاية مش هنقولها لكم بقى، هنقولها لكم في في الختام ان الاخر شاء الله بقى هتكون سر. ايه. فخلينا نبتدي من الاول خالص في اختيار شريك الحياة. بتشوفي ازاي يكون اختيار صحيح او سوي او سليم مبني على اسس كده؟ ازاي يتم الاختيار؟ اكيد يعني بالقلب ولا بالعقل ولا بايه؟ خلينا نقول في البدايه خالص، اكيد انا عشان ادخل في علاقه هرتاح لشخص ما، يبقى مم. الاول في راحه. مش مم. بقول بقى بموت فيه وبحبه، لا، انا حاسه انها في حاجه هنا، الشخص ده مم. بيقول حاجه. مم. لو هو اختيار زي ما انتي بتقولي بقى بالعقل ولا بالقلب ولا ايه، افتكري بقى الحلقات الاولى انا مين. لو انا مم. عارف انا مين وقيمي وايه المهم عندي بحب ايه، لو انا قررت النهارده ان انا ادخل في علاقه، يعني بقول ان يلا في حد يشاركني الحياه ونس هيبقى معايا في الرحله. لو انا عارف نفسي مم. هعرف انا عايز مين تحديدا، الشخص ده شكله عامل ده من ازاي. قبل ما اشوفه من هكون قبل ما محددة اشوفه انا انا حاطه شريك جوه حياتي اللي دماغي انا هختاره بالظبط. هيكون فيه ايه وايه. هقابل بقى ناس كتير، آه. سواء بقى زي ما بيقولوا جواز تقليدي، حد شافني في شغلي، انا اتعرفت على حد، مم. ايا كان هبدا احط انا جوه دماغي في معايير زي ما يكون لستة كده، انا بتشك هو الشخص ده مناسب من اول وهله كده ان انا ابدا معاه اقعد مم. واتعرف عليه بقى اللي هي فتره الخطوبه، ولا لا اجنور الموضوع تماما وانه خلاص لا مش كل حد هيخبط على بابي هفتح له، حد يعني انت معين. دلوقتي قلتي جزئيتين. الجزئيه الاولى ان يبقى فيه قبول وده اكيد مطلوب، والجزئيه الثانيه ان هو يكون متوافق مع المعايير اللي انا حطاها. طب بالظبط. وات اف ماذا لو ان انا حاطه معايير غلط؟ لان احنا بنتكلم في مرحله عمريه ومش واعيه قوي. يعني ممكن تبقى اصلا حاطه معايير مبنيه على برمجه حواليها، مبنيه على مقارنه ما بين افراد اسرتها التانية. امتى يعني ازاي احدد المعايير دي تكون اصلا معايير سويه؟ طيب خلينا نقول أول حاجة في الجواز، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله وديننا عليه بيقول وسلم. عليها التكافؤ. أول خطوة إن الشخص ده يكون متكافئ معاه. يعني إيه متكافئ؟ امم. هنبص على كذا جنب بقى. تعالي نروح للجانب الاجتماعي. هو عيلته زي عيلتي؟ مش لازم يبقى ذا السيم، يعني ممكن بس يبقوا قريبين. امم. يعني لما بقعد أتكلم معاهم أنا في لغة حوار، اهتماماتهم امم. زي اهتماماتي، مش امم. العيلتين تحسي إن ده
سخن على بارد. لما بنتجمع كده تجمع عائلي، واهم حاجه برضو في الجواز احنا مش بختار الشخص بس، انا بختار عيلته كمان، لان عيلته دي هي اللي هيبقى عمام ولادي، عماتهم، خالاتهم، خلانهم. بتصعبيها كده يا كوتشري. ما هي بصي، لو انا قررت النهارده ان انا ادخل في علاقه، انا مهم اسال نفسي اهم سؤال، هو انا عايز ليه اصلا اتجوز؟ هل انا بقى المجتمع زقني عند سن معين 30 سنه ما ينفعش تعديه، ده الديدلاين، فانا قبلها تارجت عماله ادور، ولا انا بقى قررت بما اني شخص واعي وفاهم وعارف نفسي انا عايز ونس في الطريق؟ ما هو سيدنا ادم ربنا ليه خلق له ستنا حواء علشان مع انه في الجنه استوحش، حس ان الحياه دي صعبه، مش هيعرف يعيش لوحده، محتاج سكن. فلو النهارده انت قررت او انتي قررتي انك تدوري على الونس والسكن، ابدأي بقى امشيها بالراحة، عشان ما نتفاجئش بقى انه اخر حاجة بعد الشر العلاقة بتبقى فشل. فبالراحة، يبقى اول سلمة التكافؤ. شوفيه على المستوى الاجتماعي، هو قريب لعيلتي ولا هو بعيد؟ اللي مهم عنده هو المهم عندي ولا هو بعيد؟ المستوى الاقتصادي ما بتكلمش فيه كتير، او اللي هو المادي يعني، لان انا ما بشوفوش، وحتى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تجاوز عن ده. اهم حاجه الاخلاق، هو عامل ازاي. الماديات دي بتروح وتيجي، الشخص نفسه هو متغيره مش بالظبط. بس في ناس بتبص لها يعني، في ناس بتقولك لا انا ما اخدش حد اقل مني، او حد لا انا لازم في نفس المستوى بتاعي. المستوى التعليمي مهم قوي، ما بقاش انا حد مثلا مدرس في الجامعه وبتاع وهاخد حد ما معهوش حاجه خالص، او وقف عند ليفل معين من التعليم ثانويه عامه واكتفى. طب ما انا لما اجي اتحاور معاها او هي تحاور معايا في جاب كبيره، مشروع كده مكتوب عليه من الاول الفشل قبل ما يبتدي. بص على المعايير دي 3 حاجات مهمه قوي، اجتماعي، اقتصادي، المستوى التعليمي، المستوى النفسي. ده اهم حاجه. الشخص اللي انا بتعامل معاه طريقته في التعامل عامله ازاي. فده مهم. لو انا النهارده بلاش تقولي ان انت حاطه ستاندر، بصي على الجوانب دي. لو انا حد مش عارف اي حاجه، بصي لي على الجوانب دي وشوف، بصي عليها وشوفيها. شوفي انت متقبلاها، شايفه حاسه ان في توافق فعلا زي ما بيقولوا، وفي انجذاب، ومش حاسه ان في لا جانب فيهم من اللي انت قلتيهم في جاب كبيره، دي انديكيشن او دي يعني هايلايت كده، ريد فلاج، يقولك لا ما تنفعش. هتتعبي ممكن تدخلي وتكملي وبنشوف ده، بس تبقى الحياه تقيله وصعبه. طيب يعني قولي لي، لو الناس مقبلين على الزواج، خلينا نتكلم البنوته اللي جاي لها عريس، ونقول عريس صالونات مثلا، وعايزه تقيمه وعايزه تشوف في حاجات كده ما بتبانش من الاول، زي ما قلتي مثلا التكافؤ النفسي. انا لسه ما اتكلمتش معاه، ولو اتكلمنا كده اللي عارفه انت الحوار اللي بيبقى في الاول ده يبقى لا انا اصلا انا ولا انت ولا انت الناس ثانيه، اتنين تانيين جايين يتكلموا في اي كلام. فيبصوا على ايه في القعده دي؟ اول قعده خالص انك تكوني مرتاحه في احساس، ولو يعني 50% الشخص ده اقدر فعلا اقعد معاه كذا قعده، مش القعده دي وبس. يقدر يجي لي تاني واقدر اقعد معاه. يبقى اول حاجه قلبك بيقول لك ايه، اللي بنقول عليه بقى في الكوتشنج الرابور، الالفه. قادره تقعدي معاه ولا لا؟ في ناس من اول قعده ما بتقدريش تقعدي، ممكن تقومي وتنهي اللقاء. يبقى اول حاجه هو عامل ازاي. بصي على طريقته في الكلام، بيتكلم ازاي. هتلاقي على فكره مهما حاولنا نتصنع في فلاتات كده بتعدي، فخليكي مركزه واعرفي ان دي اول قعده، دي مش نهايه المطاف. احنا كده فتره الخطوبه بننصح نقول من سنه لسنه ونص، ما تقليش عن كده، لانه اقل من سنه ما بحسهاش ان هي يعني فرصه كافيه. يعني ممكن 9 شهور تمام، انما بلاقي ناس 4 شهور وخلصت. انا كنت 6 شهور، كان انا شايفاها انها مش كافيه فعلا. يعني بعد كده اتعرفنا على بعض اكتر بعد الجواز، بس كان يبقى افضل لو اتعرفنا قبل الجواز وفهمنا بعض اكتر. بالظبط. فمهم فترة الخطوبة تكون مش قصيرة، تكون في النص، لا طويلة ولا قصيرة. وزي ما قلنا القعدة الأولانية مطلوب مني إيه؟ مطلوب مني إن أنا أكون في الأقل مرتاحة، أقل حاجة مرتاحة. شكله بالنسبة لي بقول تمام أوكي عليه، أنا موافقة على إن أنا الراجل ده أكمل معاه حياتي. الطريقة اللي بيتكلم بيها، المستوى التعليمي بتاعه، حاجات بقى أنت هتعرفيها. السن بتاعه مهم برضو، السن قوي. يعني ما تخليش فرق في السن بسمع 12 و15، لا، أنسب حاجة من 5 وممكن 7. يعني أنا بحب من 3 ل5، بس قولي 7 أوكي. احنا لسه في نفس الفئة العمرية، لسه اتجاهاتنا مفيش بينا جيل. مش بقى أنا مثلا 15 سنة، ده انتي خلصتي مرحلة عمرية وهو خلصها وانتي لسه بتبدأي فيها. فاهتماماتكم اختلفت تماما. فمهم السن، مهم عيلته مين، هو شكله عامل ازاي، الحاجات دي كلها بالنسبة لي. يعني احنا برضو عايزين نوضح للناس ان في استثناءات، يعني في زيجات ناجحة جدا جدا طبعًا، وفي الاستثناءات طبعًا دي فيها، ولكن احنا بنتكلم على السيف سايد اللي هو الاشمل. طالما لسه احنا
النهارده بنتكلم عن حد لسه هيبدا يدخل على عنده الخطوه، معايير فانت يختار عندك منها اوضح. بالظبط لسه عندك مساحه، مش بنتكلم عن اللي اوكي دخل بقى في المرحله، احنا لسه بنقول من البدايه خالص. طب ايه رايك ان القعده الاولى دي في ناس بتقيم فيها حاجات تانية، مثلا زي هما داخلين البيت جايبين معاهم ايه، الحاجة اللي هما جايبينها دي بكام، الساعة اللي لابسها، الجزمة اللي لابسها، الذهب اللي مامته لابساه. في حاجات كده ناس بتبص على حاجات معينة وتبني عليها بقى كأنها عرفت اللي محدش عرفه يعني. ده فانتي بنشوف. رأيك ايه في الموضوع ده؟ هل هما ليهم دور فعلا الحاجات دي؟ لا طبعا، لان انا ما بتجوزش الممتلكات بتاعته، ومش بتجوز مامته لابسه ايه، انا ماليش دعوه بذهبها وحاجات، انا ماليش دعوه بكل ده. وفي ناس على فكره بتفتقد اصلا مهاره ان انا رايحه ازور حد هاخد ايه معايا، يعني ما ينفعش تحكمي على فكره، ده فن اختياري الهدايا، ده فن. مش الكل عارف ان انا المفروض اروح عند خطيبتي في اول مقابله اجيب الشوكليت من عارفه من لابوار، ومش عارفه ما هو اجيب ايه ساعات يقولوا واعمل ما ايه. هي دي علامة على ان هو بخيل او غني او كريم، امال بيصرف ولا بيشوف لا ارخص حاجة. لا، فترة الخطوبة معمولة ليه؟ ما انا هقيم بقى كل ده. مم. فالوهلة الأولى دي لا، ما ده ظلم للشخص ان انا مم. اختزله في شوية حاجات مامته لابساها، هو لابسها، ساعة، الجزمة بتاع، كل ده بالنسبة لي لا. ومهم ما بقى زي ما نبصش احنا على قلنا، ما الكلام ده. تبصيش عليه، انت هتتجوزي الشخص نفسه، ده اللي هتعاشريه. النبي لو هو ملياردير وعشرته صعبة، انت هتسيبي كل حاجة وتمشي. فمهم الشخص نفسه، طباعه هو عامل ازاي، مم. الطريقه اللي بيتكلم بيها، طريقه تفكيره، كل ده اللي يهمك. انما الفلوس بتروح وبتيجي، وسمعنا كتير عن ناس كان ربنا كرمها جدا وبعد شويه تعثروا، والعكس والعكس صح. لقينا ناس بادئه من الصفر وبعد شويه ما شاء الله بقى حاجه تانية. صح. فانت بتختاري الشخص نفسه، مم. دينه وخلقه، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال، هو صلى ده الله عليه معاييرك. وسلم. الدين والخلق. الدين والخلق دول بقى في اول وهلة كده بيبانوا منين؟ من طريقة كلامه، من ايه المهم عنده، هتشوفي ده، الأسئلة اللي هيبدأ يسألها، مم. الحديث اللي هيدور ما بينكم، هتبدأي تاخدي هنت كده. احنا مش هنقول ان دي القعدة الأساس، حتى احنا في ديننا انه بنروح 3 مرات، تفضلي تروحي مرة والتانية والتالتة عشان تعرفي اكتر عنه حاجات، وبعد كده اوكي. وبيبقى الموضوع ده على نطاق انا اسرتي بس، مش بعرف الدنيا كلها لسه. انه جاي حد ويلا وانزل على الفيسبوك ولا. بالراحة، مفيش حاجة بتستعجلك، بالراحة ابدأي شوفي انت عايزه تسالي ايه من اول قعده، ايه المهم. الحته دي عايزاكي تتكلمي فيها. يعني يمكن احنا عايزين ندخل في مرحله الخطوبه، ولكن الجزء ده القعده الاولى دي كتير قوي من البنات بتبقى مش عارفه تسال في ايه، واحيانا تسال اسئله غلط، واحيانا تجاوب اجابات غلط لانها اصلا اسئله مش المفروض تتقال دلوقتي. فهي مش فاهمه اصلا هو القعده دي بقيم فيها ايه، فبالتالي اختار اسال في ايه. بالظبط، هو القعده الاولى دي مش مطلوب منك غير ان هنسال سنه قد ايه، بتشتغل ايه، بتحب ايه المهم عندك. وانتي طبعا بالمثل هتقولي طيب إيه قيمه، يعني هنعرف قيمه ازاي يا ريهام؟ من الكلام كده ومن الحديث. مثلا حد هتلاقيه بيتكلم امه، بيحب امه، هتلاقي امه دي بتتكرر معاه كتير، فانتي هتعرفي منها ان ده ابن امه مثلا. او ده حد عنده الام حاجه كبيره قوي، فتبقي فاهمه وانتي داخله العلاقه ان ماما برضو لو خبطتي فيها اعرفي ان الراجل ده كده انتي بتفقديه. ففي حاجات في البدايه، مكان بيتنا هيكون ايه، المستوى المادي بتاعه عامل ازاي، المستوى عيلته مين، اخواته ايه، مستوى تعليمهم ايه، علاقته باسرته عامله ازاي. لان منها تقدري تحددي هو ده شخص اصلا سوي وبيتعامل معاهم كويس، ولا هو واخد جنب ومنزوي لوحده. دي حته مهمه هتعرفيها في الكلام. لما هتلاقي بتسألي عن اخواته، عن ولاد اخواته، من الحديث هتفهمي هو ده شخص فعلا ودود ليهم، ولا هو من بره بس. من كتر بقى الكلام معاه في الوقت ده، ودي نفسك وقت مش هم بيدخلوا مرعوبين ان هي اول خطوه دي. انا بتقيم اصل الانسان عموما لما يحس ان هو بيقيم بيتوتر بالزبط. وهي مش تقييم، هي قعده تعارف. انا شخص جديد عليا، عايزه اعرفه، اكتشف وهو كمان يكتشفني. لما نغير المعنى هترتاحي. انما زي ما انتي بتقولي، لو انا داخله انها انا بتقيم، طبعا كل اسئلتك هتبقى غلط، كل كلامك هيبقى غلط. خليكي واثقه من نفسك. اكيد طالما جه لغايه عندك انت فيك حاجه بتميزك، خليكي عارفه ده، فاقعدي وارتاحي وتكلمي بكل بساطه كده واريحيه، واعرفي ان في مره تانية ومره ثالثه، وان شاء الله يعني. صح. ومع صلاه الاستخاره بقى برضه طبعا. اكيد طبعا دي بيبقى ليها بقى دور كبير جدا جدا جدا، لانها هتنور لك اللي انت مش شايفاه، يعني كانها بتوريكي الباطن اللي انت مش شايفاه قدام عينيكي، ولكن هي بتوريكي بما الطريق. انك قلتيها نوضحها للناس، انه انا بصلي وادخل في الحاجه، لان في ناس تقول لي انا مستنيه حلم.
لو جالي حلم حلو اه هكمل، حلم وحش انا بمشي. لا احنا بنصليها وبنفضل ماشيين في الخطوات، وربنا بقى زي ما انت بتقولي بيظهر علامات تقولك سيبي الشخص واجري، وعلامات تقولك لا يلا كملي. مهم برضو الناس تبقى فاهماها شويه. طيب احنا يعني النهارده هيبقى كلامنا كله على مرحلة ما قبل الزواج. احنا دلوقتي يمكن اتكلمنا شوية على مقابلة التعارف، او ان احنا اول مرة نشوف بعض، مطلوب مننا كل واحد فينا يشوف ايه في التاني، او يدور على ايه بالظبط عشان يكمل القعدة ولا هيعمل ايه. ندخل بقى المرحلة اللي بعدها، مرحلة الخطوبة. ريهام، مرحلة الخطوبة دي مرحلة بحس ان هي احيانا كتيرة بتبقى مضللة. يعني كأنها دايما بنسمع من الزوجات، وانت اكيد بتشوفي ده في السيشنز، انا جوزت واحد تاني خالص غير اللي انا حبيته. بنبقى مالنا كده، يعني ايه اللي بيحصل في الخطوبة بيضللنا؟ ازاي نعرف نستغلها تبقى فعلا فترة الخطوبة دي فترة معرفة الشخص ده، ومعرفة نسختي مع الشخص ده هتكون شكلها ايه. احنا متفقين ان الجواز هو تكامل، الاتنين جايين يكملوا بعض. يعني هما هيوقفوا في حته كده بيستمتعوا مع بعض وبيتبسطوا ويشاركوا حياتهم مع بعض. ده المفروض. انا مش داخله اشفط اللي قدامي احتياجاتي، لا انا داخله متوازنه وعارفه انا عايزه ايه منه مظبوط. فتره الخطوبه كل ما كنت انا فيها على طبيعتي كل ما كنت انا الكسبانه. اتجملي في شكلك زي ما انت عايزه، ما عنديش مشكله، انما اللي جوه محتاج يعرف الوحش قبل الحلو. وما تخافيش، هو مش نهايه العالم. ربنا هيبعت لك اللي شبهك، الطيبون من الطيبات، وده كلام ربنا. فما تخافيش. انا بقول في فتره الخطوبه اتناقشوا في كل حاجه، يعني لدرجه انه مين بيحب ينام في الضلمه ومين بيحب ينام في النور، لان دي لو احنا هنبص ان هي حاجه تافهه، بس بعد كده في الجواز والله العظيم بتعمل مشاكل. انا بحب انام كده وانت ازاي قلت النور؟ حد بيحب ينام في التكييف وحد لا. تخيلي احنا بنوصل لده. بيحب ايه بيكره ايه، اعرف بقى قيمه. فاقول له لو انا شخص، احنا اشتغلنا بقى من السلسله اللي فاتت، عرفت قيمي واهدافي، والمهم اقول له اعلن بقى انا واحده عندي قيمه العيله مهمه، فمش هينفع تتجوزني وتفصلني عن عيلتي واكن انا ماليش علاقه بالناس دي. فالناس دي انا مهم قوي اشوفهم مثلا مره في الاسبوع، بابا وماما هعمل كذا، حطي كل حاجه واي حاجه وابداي شوفي اكتشفي. يعني مهم تعبري، لازم. ما تكتميش جوه قلبك وما تقوليش وتتوقعي ان هو يبقى عارف لوحده، او هو هيفهم لوحده، او ان ده الطبيعي. يعني هو مش، ما فيش حد ما فيش طبيعي عندنا كلنا واحد. بالزبط. طبيعي عندي مش عندك طبيعي، كل واحد عنده حاجات كده، شكل الحياه رسم لها صوره مختلفه. حد عايز يشتغل وشريكه بيقول له لا مفيش شغل، دي مهمه تقفي عندها شويه. ما تقوليليش لا اصل بعد الجواز هيتغير، والله العظيم ما حد بيغير حد. احنا ملناش سلطان الا على نفسنا. انا ما بدخلش الجواز تارجت ان انا اغيرك، حضرتك بصي على نفسك وخليكي في نفسك، مالكيش دعوه باللي حواليك. فده مفهوم برضه. ده باخده بيشرب سجاير، لما اتجوز هخليه يبطل. مين انتي بقى علشان هو يبطل؟ احنا ساعات بنحط شويه مسكنات كده ونقول يلا يلا، بنبقى احنا عايزين متوجهين انه ده الوقت اللي لازم اتجوز فيه، ده الوقت اللي لازم اخلف فيه، ده الوقت اللي لا انا اتخطبت يبقى لازم اتجوز، ولازم انا اتخطبت له، ولو خلفتي ولد لازم تجيبي بنت، ولو خلفتي بنت لازم تجيبي ولد. وسيركل كده انت عماله تدوري فيها، المجتمع سيستمك ناحيتها وانت ماشيه وراها وبتقولي تمام. فمهم في فتره الخطوبه اتكلم في كل حاجه، واعرف كمان من اللي قدامي كل حاجه، اعرف قيمه ايه، المهم عنده، بيحب ايه، بيكره ايه. فاكره لغه الحب بقى مهم تحطيها على الترابيزه النهارده وتتكلمي فيه. انا بحب كذا، انت بتحب كذا، طب ولو عملنا كذا هيحصل ايه؟ حتى عدد الولاد، هتخلفي ولا لا؟ وانا بحب انه اصبروا شويه على نفسكم، ما تدخلوش على طول عايزين نخلف، افهمي بس اللي معاكي كده شويه واستهدي بالله، وبعد كده نشوف نجيب اطفال. صح. مش يعني كل الناس تصلح كل مرحله خديها من اولها لاخرها، استمتعي بيها، هاتي اخرها لسه شويه بالراحه يعني. واستمتعي بقى وانتي بتعملي ده، بتبني بيتك. هيبان بقى واحنا بنبني البيت لو هو شخص متسلط وما بيحبش انه كلمته واحده. فانا عايزه الحيطه دي اللون كذا، ليه هي كذا؟ لا مهم هنا تقعدي بقى شويه. طب هو انا عايزه بقى اتكلم معاكي في الجزئيه دي بالتفصيل، اللي هي بنسميها الريد فلاجز. ايه اللي واحنا في فتره الخطوبه ناخد بالنا جدا، هو لو حصل دي كده اشاره تنبيه ان العلاقه دي فيها خلل، ان هيبقى في بعد كده مشاكل بعد الجواز. زي خلينا ناخد من نفس المثال كده، انه انا برتب بيتي انا وهو، امرنا شورى، احنا بنتشاور مع بعض. ما فيش حاجه اسمها هو كده، لا هو كده ليه؟ انا مش بنتك، انا شريكتك، فتعالى فهمني. طب ده هنجيبه ليه دلوقتي؟ طب ايه رايك انا نفسي في الحاجه الفلانيه، وانت عارفه انه مادياته تسمح بده، وبدا يقول لك ايه لا ما اعرفش، بيبان بقى البخل. يعني في ناس تحط تقول لك البخيل ده استحاله عشره، دي اصعب الطباع، انه يكون بخيل او كذاب. والكذاب كده كده سبحان الله هو بيكشف نفسه.
لان كل مره هيحكي لك القصه اللي هو الفها تاني. بشكل تاني، فهتعرفي تجيبيه على طول. فلو هي عندك في الليسته بتاعت الريد فلاج، ابداي ايه، اقفي عندها واقعدي واتكلمي بكل بساطه. حصل الموقف الفلاني وبناء عليه حصل كذا، تناقشي في المعنى، فده معناه بالنسبه لك ايه. ابداي خدي داتا، جمعي داتا. انت في الخطوبه واحد بيجمع داتا، بياخد داتا عن نفسه وعن اللي حلوه معاه. ابقى داخله وعارفه كده، انما مش داخله احب ولا داخله يعني احب بس حبي طبعا، حبي، بس ما مش هتيجي احب واتعمي بالعشق. عن بقيه الحاجات، ما اقدرش بالظبط. اقيم، ولا ابقى داخله بس عشان اسس البيت واجيب العفش مش عارفه منين واجيب الديكورات ايه وباقي تابلوهات ايه. جميل ده يتعمل في بس مش هو الاساس. مش هو الاساس، لا. انا بقول لو انتوا عرفتوا من الخطوبه تروحوا لحد كونسلتيشن وتقعدوا وتعرفوا ازاي تتواصلوا وازاي يحصل خلاف ودير، والكلام ده كله مهم. حتى لو مفيش خلافات طبعا ازاي اصلا اطار اقعد كده، اتكلم بيصنعوا اطار معاكي. للعلاقه هو دي. عشان اعاشر بني ادم دي حاجه صعبه جدا على فكره، مش سهله، محتاجه نحط شويه مجهود فيها. فمهم انا هشوف شويه حاجات هو هيعملها هتقولي انه هنا في حاجه مش مظبوطه. علاقته باهله زي ما قلنا، وبكرر فيها تاني، لان في بيوت بتتخرب بسبب الولد اللي مرتبط بامه. ما بنقولش حاجه الام، انا عندي ولدين، اتمنى يا رب في يوم من الايام اكون انا الحمل كويسه، بس احنا مش بنحقق احلامنا في مرات ابني ولا بابا. ابني ده مش فوريفر، ابني ده انا محطه في حياته. انا النهارده بربي راجل، مشروع كده بستثمر فيه عشان اقدمه باذن الله للناس ولمراته. وهنا انا بقى خلاص هو يعيش حياته وانا برضو بستمتع. انا ليا حياتي بقى، من شغاله على نفسي، عندي الحياه اللي خلاص انا قضيت رسالتي هنا كأم. يلا حبيبي بقى استمتع وانا كمان. طيب ده انت يا ريهام، انما في امهات ما بتبقاش كده، ولكن بيبقى شخص كويس. يعني انا لو انا بنت وخطيبي كويس جدا جدا معايا، ولكن هي امه هي اللي المشكله عندها، يعني مش قادره تستوعب الوضع زي ما انت شرحتيه دلوقتي، ان هو ضيف ومشروع وبسلمه لزوجته في المستقبل وللناس. هي لسه حاسه بتملك تجاهه. هو كويس. انا بقى كخطيبته المفروض ان انا ده ريد فلاج بالنسبه لي ان امه متمسكه بيه او متعلقه بيه؟ ما عنديش اي مشكله مع ده، بس انت فين دورك؟ يعني بصي، شعرايه كده بتفصل بين السلبيه وبين بر الوالدين. مفيش حاجه. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ده، انه انا لو امي عندها نظره مختلفه وهتاذي مراتي، وانا مسؤول عنها، انا مسؤوله اسد الاذى ده عنها وانا اللي اتكلم، فاجيبها بالراحه. يا ماما ده بيزعلني، انت اكيد عايزاني اعيش مرتاح، طب اللي بيحصل ده بيعمل لنا كذا. ابدا اتفاهم مع ماما بالراحه، يبقى ده دوره اهو، ما بقتش سلبي. لو لقيتيه سلبي وما بياخدش اكشن، طب هتقعدي تعملي هعمل ايه؟ طب وانت برضه هتعملي ايه؟ يبقى هو كده بيحطك في الوش فيس تو فيس معاه. يبقى انت عارفه ان الحياه دي هتدخلي معركه مع حماتك، مش هتستمتعي معاه، مش هتعرفي تعملي اي حاجه. يبقى من البدايه الوضع ده تقيل على قلبي، امشي. والله انا بقى جدعه واعرف اسد، انت براحتك، بس انت تبقي عارفه عواقب الامور. مش هعمل نفسي متفاجئه بعد الجواز. ايه ده، هي اللي حصل اللي كان كل باين، حاجه كل على ده فكره كان فيه اشارات، كل حاجه بتبان، بس احنا اللي بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا، او بنقنع نفسنا انا هقدر اصلح. مفيش حد بيصلح حد. طب قولي لي ايه الريد فلاج التاني برضو اللي اخد بالي منه قوي واقول العلاقه دي ممكن احكم عليها بالفشل؟ لو خاين بمتعدد العلاقات، وده سبحان الله بتعرفيها برضو. يعني لو شخص كده اعرفه، دايما اقول الداء ده في الرجاله سبحان الله الا من رحم ربي، صعب قوي. ومهما عملتي هو بيبقى هو فيه، هو مش فيكي انت خالص. هو بيبقى واخد معاني معينه ويعرف 10 و20، مش عشان انت عندك مشكله. بيبقى هو كده من في بنات بقى تقول لا انا زي ما انت قلتي اي كان فيكس هيم دي، انا ان شاء الله لما اتجوز حامله عينه ومش هيعمل الحاجات دي تاني ابدا. لا مش هيحصل لو عنده الداء ده وكلمتيه مره واتنين. ما احنا بندي فرص، وستيل هو مصمم وما بيبصش بقى ما دي ودي ودي ودي. اعرفي ان ده خدي بقى بساعتها يعني حاجتك وامشي. مش هتقدري، المشكله مش فيكي. ده بيبقى محتاج يروح للثيرابي يتعامل معاه، يعرف ليه في تعدد علاقات في حياته. مش ده الطبيعي، ده مش فطرتنا. هو ربنا لما خلق ستنا حواء، ما خلقش حواء 2 و3 و4 و10، هي كانت واحده، عشان عارف ان هو يقدر يكتفي بيها. هي السكن، هي المودة، هي كل حاجة. فكونه انه بيعرف بقى حاجات تانية، لا هو كمان يبقى متعدد العلاقات، هو لسه في الخطوبه، امال فعلا بعد الجواز هيحصل ايه؟ يعني دي المفروض حلاوه البدايات بقى، يعني اللي هو لما البدايات منجذب ليها ومشغول بيها، يعني جاب الفراغ ده منين يتشغل بحد غيرها؟ او يطلب منها حاجات هي مش في نطاق الخطوبه. وده انا بقف عنده شويه، بيجيلي بنات كده. لا، هنا اعرفي انه لا، امشي. لان لو هو مش قادر يتحكم في نفسه في مقابل انه يضحي بيكي، اعرفي ان ده مش امين، لا يؤتمن. دايما اقول كده. هو ده بتبقى متغلفه بغلاف الحب والشوق يعني بس انت ليكي ليميت معين. انت اساسك ايه بقى؟
ما تروحيش وتسحبي في الحتة دي، وده بنشوفه كتير. مم. لو هو بيحبك هيخاف عليكي، هيؤتمن. هو باباكي يسلموا ليه فترة الخطوبة دي فترة تعارف، كل تجاوز هتعمليه هتدفعي قدامه على فكرة تمن. مم. وفي ناس ما بتنساش، في ناس بتعمل كل ده وبتاع، بس ساعة بعد الجواز بيجي يفكرك بكل ده وتلاقي نفسك بتدفعي فواتير. طب ما انت كنت موافق ساعتها؟ لا. فمهم يبقى انت من جواكي عندك ضوابط ومعايير حلو ده. بتحرك الموضوع مم. كله. ومش هوصل لها غير لما برضو اعرف نفسي انا مين. بالظبط. يعني هي المعايير دي مش هتتخلق في فترة الخطوبة، هي موجودة فبتحققيها في فترة الخطوبة او بتطبقيها او بتوضحيها. بالظبط، ده مهم نعرف. مم. طيب في فترة الخطوبة برضو، خلينا النهاردة كل كلامنا على فترة الخطوبة. انا كبنت مطلوب مني اقدم ايه؟ مطلوب منك تقدمي امان، تسمعي، تكوني الشخص اللي بيسمع. مم. ما تكونيش كل شويه خد حاجتك وامشي، خد حاجتك وامشي. ده بيخلي الشخص يحس انه عدم امان. واصعب مم. حاجه ممكن تعمليها مع شريك الحياه انك تخليه مش مطمن، مش عارف مم. مش متوقع. يعني احنا دايما ندرسها نقول غير متوقع. دي اصعب حاجه ممكن تعمليها مع الشخص، ما تبقيش عارفه داليا ممكن تعمل ايه دلوقتي. ده بيخليني خايف مش مطمن. مم. فمهم ان انا اعبر كمان ايه اللي انا عايزاه، وبطريقه تكون مناسبه للشخص. حاسه بايه دلوقتي، ايه المهم عندي، ايه مم. اللي مش مهم عندي. يبقى مهم انت ربنا خلقك سكن، اعرفي فطرتك. مم. كل ما بتبعدي عن فطرتك كبنت او كست، كل ما الحياه تبقى صعبه عليكي. فدايما مم. خليكي انت ده الملجأ الامن ليه. الدنيا ما هي بره ممكن تضرب. تقول لك اصل هو بيستفزني، عارفه بيستفزوني بيخلوني اطلع اسوأ ما فيه. يعني ممكن تقول انا فعلا الشخص ده، بس هو بيستفزني بيخليني اطلع عن شعوري. ده معناها ان هي بعيدة عن فطرتها فعلا، هو ملوش علاقه، هو هو بيعكس لها كل الخلل اللي حاجة موجود. بالظبط، كل حاجة فيكي انت زي ما قلنا انه بصي جواكي شوفي هو ايه اللي بيحصل. حتى ده انت مسؤولة عنه. احنا دايما نقول ردة فعلي انا دليل على انا عملت ايه وقدمت ايه. بصي جواكي اعرفي ايه اللي بخليكي كده. محتاجة تعرفي عن التواصل، ازاي اتواصل اصلا مع الشخص. لو مم. انت بقى كل حاجة بيستفزني، اعرفي هو خبط جواكي في ايه. مم. فلما تفهمي اللي حصل ده خبط جواكي في ايه، هتعالجي اللي عندك مش هو المعنى. خالص. بصي جوه، بصي مم. جوه، فكل حاجة تتصلح من حواليك. عارفه جميل قوي. يمكن يعني دي خطيره جات لي وانتي بتتكلمي دلوقتي، ان فتره الخطوبه تقييم ليا انا، هو مش بس تقييم لخطيبي، بالظبط. هو تقييم ليا انا كانسانه، لان انا علاقة جديدة بالنسبة لي. بالظبط. فالمساحة الجديدة دي بتبين برضو مساحات جديدة جوايا أنا ما كنتش عارفة لما هتحط فيها هبقى هبقى إيه عاملة وهبقى ازاي، مين. والمسؤولية اصلا لو انا جاية هدخل ابني حياة جديدة. وفي الاخر اخر شوية في الخطوبة بيبقى البنات ستريس قوي، لان هتبدأ على عالم جديد، سابت مامتها وباباها وداخلة على حاجة جديدة. مم. مهم تتكلمي في ده معاه. هتشاركني لو انا اعمال البيت، هتعرف تشاركني. طب لو انا مرفهة وما بعملش حاجة وجايبه لي حد، هتقدر تعمل ده لو في امكانياته. يبقى اتكلمي في كل حاجة. مم. طب مين هيجيب الخضار ومين هيعمل الاكل؟ عادي على فكرة. وسيدنا النبي عليه الصلاة صلى الله عليه والسلام كان وسلم. بيساعد زوجاته، ده أيوة مش حاجة طبعا. تقلل منك. فمهم تقعدي تتكلمي في كل ده، مم. وتبيني مخاوفك دي بقى في جمل ايه. مش بقى انا على طول بصوت وبصرخ، لا، قولي جمل صريحة. انا حاسة بكذا في كذا. كل ما أو أنا بنتكلم محتاجة كذا. ونعبر، مم. كل ما الفترة دي كانت بالنسبة لنا سحر وبتأثر في اللي جاي. طيب أنت شايفة إن المشاكل الكتير في الخطوبة، إن إحنا كل شوية بنختلف ونتخانق، هل دي مساحة مساحة تعلم بنعرف فيها بعض أكتر وبنشوف ردود أفعالنا، ولا دي برضو ريد فلاج إن طالما في خلافات كتيرة يعني معناها إن هيبقى في مشاكل على كتير؟ حسب نوع الخلاف. لو انا الخلاف بيبقى الصوت عالي بقى واهانات وعدم الأسلوب. احترام، لا، ده مم. هنا انتوا كده مش نافعين مع بعض. انما لو انا ما طبيعي اتنين مع بعض وجهة نظر مختلفة، انتي حاجة وانا حاجة، هنختلف. بس بنقعد ازاي بقى نختلف؟ حتى الاختلاف ده ليه فن. هنقعد نتكلم ازاي، هقول لك ايه وانت هتقول لي ايه. مهم تاخد بالك من ده. طب في ناس يا ريهام بتبقى مش عارفة تختار، يعني مثلا دخلت في كذا علاقة خطوبة وكلهم فشلوا، يعني بتفقد الثقة في معاييرها واختيارها، تقولي لهم ايه؟ محتاجين حد يساعده. طالما انا مم. دخلت في كذا تجربة ونفس الاختيارات بتتكرر، محتاجة اروح لحد يساعدني، حد مختص. افهم انا ليه دايما بعيد نفس الحاجات، ليه بجذب نفس النوعية دي من الاشخاص. طالما انا بعمل ده يبقى في حاجة من جوايا محتاجة انا اللي اشتغل مم. عليها. فطالما انا مش عارفة اوصل لحل، ما تخافيش خالص. مهم تروحي لحد يساعدك توصلي ازاي اصلح جوه، عشان اختياراتي بره تختلف تماما. يعني دي تعتبر ريد فلاج ليا ليا انا، ان هي انا طالما في نمط متكرر من بالظبط. العلاقات الفاشلة، ايا كان بقى كل مرة فشل بسبب ظاهري تاني، ولكن في الاخر هو السبب الجذري هو انا. بالظبط. مرحلة الخطوبة مرحلة مهمة جدا، ويمكن احنا اتكلمنا النهاردة فيها بالتفصيل من أول خطوة ما يخبط على بابك ويدخل يقعد معاكي، وأول مرة تشوفيه هتحسي بإيه، محتاجة تقيمي إيه، المفروض في الخطوبة تاخدي بالك من إيه، تسألي في إيه، تقيمي إزاي.
الموضوع كان حلو جدًا، أنا بصراحة وأنتِ بتتكلمي قاعدة أقول يا ريتني كان حد قال لي كده وأنا في فترة الخطوبة. إحنا برضه ما كانش عندنا وعي أوي من زمان، يعني إحنا جيل التمانينات حقيقي. يعني أو أنا يعني، أو أنا كمان. فأنا شايفة إن لأ إحنا ما كانش عندنا الوعي ده ولا كنا ده نعرف، إحنا حقيقي. داخلين كده يعني بركة بقى بقوة الوالد. الدفع أنتِ مخطوبة مين زقني؟ هتتجوزي ففي إيه يا جماعة؟ فحلو أوي إن دلوقتي في وعي، في كلام بيتقدم لكم يعرفكم تمشوا إزاي، يدّي لكم كده زي ما تبقي ماشية على الGPS غير لمّا تبقي تايهة وعمّالة رايحة تسألي كل الناس، تبقي معاكِ خريطة عارفة هتمشي عليها إزاي. فبجد شكرًا، كان النهارده مدخل حلو أوي للي جاي، إن شاء الله. عشان لمّا ييجي بقى اللي جاي بقى اللي الجواز جاي بقى وسنينه كلام بقى بقى نفهم كانت فين كلام المشكلة. تقيل. إن شاء الله بإذن الله الحلقة اللي جاية بقى ندخل إن شاء في الله. الجواز والمشاكل اللي ممكن تقابلنا في بإذن مشروع الله يا الجواز. شكرًا حبيبتي. ليكِ يا ريمو العفو يا النهارده روحي بجد. يا حبيبتي. خلصت حلقتنا النهارده، نسيبكم على خير ونشوفكم على خير الأسبوع اللي جاي مع كوتش ريهام والجواز وسنينه، وهنتكلم بقى عن فعلًا الجواز وسنينه. انتظرونا إن شاء الله الأسبوع الجاي.